من خلال انضمام الدكتورة مروة شعير خبيرة التغذية معنا عبر الهاتف. صباح الخير على حضرتك يا دكتور مروة. صباح الخير على حضرتك يا أستاذ باسم، على كل السادة المشاهدين. يمكن جميل دايما. صباح النور. دي نقطة مهمة يا دكتور مروة، عايزين نبدأ بيها مع حضرتك إذا سمحتي. إيه هي الكمية المناسبة اللي جسمنا بيحتاجها يوميا من البروتين، وإيه هي الكمية اللي ما بعد ذلك نبتدي ناخد الأضرار بتاعته من غير الفوائد؟ تمام. طبقا للتوصيات احنا بنقول ان الشخص الطبيعي يحتاج 8 من 10 جرام بروتين لكل كيلو جرام من وزن جسمه. بمعنى لو حد وزنه 100 كيلو هيحتاج 80 جرام في اليوم، المفروض ما يقلش عن كده في الاستهلاك اليومي بتاعه. ده لو بيتمتع بحاله صحيه جيده، ما عندوش مشاكل في الكلى او الكبد، من خلالها ان الدكتور بيحدد له اكثر نسبه البروتين كام جرام اثناء اليحتاجها. ده الشخص الطبيعي مع ممارسة الرياضة ولا من غير؟ طبعا الرياضه دي اساسيه في حياتنا، بس احنا بنتكلم بقى اللي هي الوظائف الحيويه بتاعت البروتين احنا بنحتاجها، اللي طبعا لبناء الجسم، بناء العضلات، بناء الانسجه، لتنظيم عمل الهرمونات، وبناء بعض اللي هو تصنيع الانزيمات وتصنيع الهرمونات المهمه لجسمنا. كل الفايده اللي احنا بنحتاجها من البروتين. طيب بقول ان 80 جرام لو شخص وزنه 100 كيلو، ان انا مش باخد 80 جرام كده بروتين ان انا اكلهم، لا، ده دول بيكونوا الخلاصه بتوع المصادر اللي بتحتوي على البروتين طوال اليوم، المصادر الغذائيه. يعني حضرتك بتاخد بيض فيه بروتين، بتاخد لبن، بتاكل عيش، بتاكل رز، كل حاجه دي فيها نسبه من البروتين. طيب لما بنشوف الاطفال من سن سنه ل3 سنوات بيحتاج 13 جرام بروتين يوميا في اليوم، من 4 ل 8 سنين 19 جرام، من 9 ل 13 سنه 34 جرام. المراهقين بقى بالنسبه للفتيات من 14 ل 18 سنه بنقول ما تقلوش عن 46 جرام. بالنسبه للذكور في نفس السن 52 جرام. الرياضيين ودول اللي دايما يعني بياخدوا كميه بروتين عاليه، بنقول ان هم بيحتاجوا 1.4 جرام لكل كيلو جرام من وزن الجسم من البروتين. والدراسات لقت ان النسب العاليه اللي هو 2 جرام وكده، في بعض الناس بتقول خدوا 2 جرام لكل كيلو جرام. الكلام ده غلط. الدراسات لقت ان اكتر من 1.6 جرام لكل كيلو جرام من وزن الجسم يوميا ده ملوش اي تاثير ولا يعني له اي فايده زياده ان انت تاخد كميه بروتين زياده. طيب سؤال من فضلك فيما يتعلق، سؤال سريعا جدا عشان برضو ما نطولش مع حضرتك على الوقت، اللي هو فيما يتعلق باضرار البروتين او النسب الزائده من البروتين، هل دي منطبقه على الاثنين سواء كان من مصدر حيواني او من مصدر نباتي؟ البروتين عامة بوجه عام الافراط فيه طبعا احنا بنقول ان هو الحيواني بيكون افضل للجسم من النباتي كالقيمة الحيوية. الافراط بقى في البروتين بوجه عام طبعا ككمية ككل باخدها سواء من مصدر ده او الاثنين مع بعض طبعا بيسبب مشاكل كتيرة سريعا، منها طبعا على المدى الطويل الاصابة بالسرطان، واهمها القولون وسرطان المعدة زي ما حضرتك قلت، مشاكل هشاشة العظام، لان هو الكميات الزيادة من البروتين بتساعد على وخاصة الحيواني بيزيد من طرد الكالسيوم من الجسم. تمام، يبقى احنا نحافظ على النسب المفروض جسمنا بيحتاجها، ما نزيدش عنها، وبالتالي الافراط في اي شيء بما فيه البروتين او اي عناصر اخرى بيتحول الى ضرر للجسم واجهزه الجسم. الف شكر لحضرتك على هذه الايضاحات الدكتوره مروه شعير خبيره التغذيه، وشكرا لحضرتك على وجودك معنا عبر الهاتف.